الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصر المستضعفين ومعز المجاهدين ومذل الظالمين وكاسر الجبابرة الطاغين الظالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حينما نرجع إلى سيرة نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه لنأخذ منها دروسا ولنأخذ منها عبرا حدثت معه صلى الله عليه وسلم، فلننظر ونشاهد كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع تلك الظروف، وكيف تعامل مع تلك الوقائع والأحداث، إذ أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى العالمين كافة وإلى البشرية عامة. وأول من بدأ بدعوة الأقربين إليه، وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم قريش وقبائل مكة التي كانت أقرب الناس إليه، بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كانت فيها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته بأنه سيلاقي في دعوته هذه كل أصناف العذاب، وسيلاقي كل أصناف الإذاية، وسيلاقي كل ما يحاول منعه أو صده عن هذه الدعوة المحمدية، دعوة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ غيره من الأصنام ومن الآلهة. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين الجديد، ودعاهم إلى توحيد الله، ودعاهم إلى دين الإسلام، لكنهم قابلوا ذلك كله بالرفض والعناد والاستكبار، وقالوا له: لن نؤمن لك مهما فعلت ومهما بينت ومهما أقمت لنا من الحجج والبراهين، فلن نترك دين آبائنا ودين أجدادنا ونتبع دينك هذا. ويا ليتهم رفضوا دعوته فقط، وإنما قابلوه بالإذاية وبالسب وبالشتم، بالإذاية الجسدية والإذاية اللفظية والإذاية النفسية. فأذوه صلى الله عليه وسلم في نفسه، في ذاته، وأذوه في شرفه،
وآذوه كذلك بألسنتهم فاتهموه بالكذب واتهموه بالكهانة واتهموه بالسحر، ورموا عليه الحجارة، ورموا عليه سن الجزور، ورموا عليه القمامة أمام بابه وفي طريقه، وجعلوا في طريقه الأشواك، وآذوه بكل أنواع الإذاية صلوات ربي وسلامه عليه، فتحمل كل ذلك في سبيل الله. كما أن أتباعه رضي الله عنهم من المستضعفين من الصحابة كذلك لاقوا العذاب الشديد من صناديد قريش، فبلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وخباب بن الأرت، وصهيب الرومي، وعمار بن ياسر الذي قتلت أمه أمام عينيه سمية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أول شهيدة في الإسلام، قتلها أبو جهل حيث طعنها بحربة في بطنها عليه لعائن الله متتابعة، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتل أبوه كذلك ياسر، وثبت عمار رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك غيرهم من المستضعفين الذي لاقوا كل أصناف العذاب. ودامت هذه الإذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم، دامت سنوات وسنوات إلى أن كان في السنة 7 من البعثة، أي بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ب7 سنوات، قررت قريش وقرر كفار قريش أن يقاطعوا وأن يحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه محاصرة شديدة، محاصرة اجتماعية ومحاصرة اقتصادية ومحاصرة نفسية بكل أنواع الحصار، فلا يكلموهم، فلا يبايعوهم، ولا يشتروا منهم، ولا يزوجوهم، ولا يتزوجوا منهم، ولا يكلموهم، ولا يجالسوهم. قرروا محاصرتهم حصارا شديدا، فدخل المسلمون في شعب أبي طالب، وأخذت الحمية بني هاشم وبني عبد المطلب، بنو أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو عمومته، قالوا لقريش لن نترك لكم أن تؤذوا وأن تقتلوا وأن تحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأن تحاصروه، وإنما نحن معهم. فدخلوا في شعب أبي طالب مسلمهم وكافرهم من بني هاشم وبني عبد المطلب. أما المسلمون فدخلوا إسلاما ودفاعا وثباتا على إسلامهم، وأما الكفار من بني هاشم وبني عبد المطلب دخلوا في شعب أبي طالب، دخلوا حمية أي الحمية، أي لا نترك ابن عمنا يحاصر، ولا يترك إذا حاصرتم فحاصرونا كلنا، وإذا منعتم الغذاء فامنعوه عنا كلنا، وإلا فإننا سندخل معهم في هذه المحاصرة، إلا ما كان من أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدخل مع بني هاشم وبني عبد المطلب، وإنما انحاز إلى كفار قريش وإلى صناديد قريش. وبدأ هذا الحصار الظالم، وبدأ هذا الحصار الغاشم، وبدأت هذه مقاطعة للمسلمين حصارا شديدا، وضيقوا عليهم من كل الجوانب، فمنعوا عنهم الغذاء، ومنعوا عنهم الطعام، ومنعوا عنهم كل شيء يصل إليهم من بيع أو شراء، فلا يبيعوا لهم شيئا ولا يشتروا منهم شيئا ولا يزوجوهم ولا يتكلمون معهم ولا يجلسون معهم حتى في المجالس. فبدأ هذا الحصار منذ السنة 7 من البعثة، ودام هذا الحصار 3 سنوات كاملة حصارا شديدا، بلغ بالمسلمين وبالمحاصرين في شعب أبي طالب حتى أنهم أكلوا أوراق الشجر، فدميت أشداقهم، سالت الدماء من أفواههم، لأنهم كانوا يأكلون أوراق الصدر وأوراق الشجر، وأكلوا كذلك جلود الأنعام وجلود البهائم، جلود الحيوانات الميتة. كانوا كما ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يأخذون تلك الجلود فيفتونها ويلبسونها ويحرقونها ويأكلونها، فتبقى لهم 3 أيام، أي يشدون بها رمقهم وجوعهم 3 أيام بجلود يابسة، بجلود الحيوانات اليابسة. بلغ بهم الأمر إلى أن ربطوا على بطونهم الحجر،
بلغ بهم الأمر إلى أن ربطوا على بطونهم الحجر، وكان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. كان الصحابة يربطون حجرا واحدا، وكان صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، إلى أن قال بعض من رجالات قريش ممن له نخوة وممن له شهامة أخذتهم النخوة وأخذتهم الشهامة على بني عمومتهم وعلى ما يرونه ممن لهم بهم علاقة بالعروبة فقط، وعلى رأسهم هشام بن عمرو كانوا كفارا، فقالوا لا نرضى أن نأكل الطعام وأن نلبس الثياب، وبنو أعمامنا وغيرنا يموتون جوعا ويتضورون جوعا، حتى سمع بكاء أطفالهم وبكاء صبيانهم، حتى سمع كان يسمع من بعيد، وكان يسمع من وراء الشعب، وكان يسمع من وراء الجبال، يسمع بكاء صبيانهم. فقام هشام بن عمرو ابن الحارث وقال لا نرضى بهذا، وذهب إلى زهير بن أبي أمية فقال له أترضى أن نأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم وبنو عبد المطلب يموتون جوعا ويمنعون من أن لا نبايعهم وأن لا نبيع لهم وأن لا نشتري منهم وأن لا نزوجهم؟ فيقول له زهير بن أبي أمية وماذا أفعل لوحدي؟ قال له أنا معك، لك رجل ثاني، وهل نبغي رجلا ثالثا؟ فبحثوا على رجل ثالث، فذهبوا إلى مطعم بن عدي فقالوا له كذلك لا نرضى بهذا، فقال نعم لا نرضى. ثم بحثوا على رجل رابع حتى لا تكون له قوة ومنعه. هؤلاء من سادات قريش ومن أشراف قريش كانوا كفار، ما كانت لهم علاقة لا بالإسلام ولا بالمسلمين ولا بالصحابة، لكنهم رفضوا أن يموت أخوانهم جوعا أو يموت الناس أمامهم جوعا حتى وإن خالفوهم في الدين. فذهبوا كذلك إلى أبي البختري كذلك رضي الله عنهم الذين أسلموا منهم، وبقوا خامسا وهو زمعة بن زهير، ذهبوا إليه كذلك فاجتمعوا هؤلاء الخمسة وقالوا غدا لابد أن نقطع تلك الصحيفة التي تعاهدت فيها قريش وكتبوا فيها وثيقة وكتبوا فيها معاهدة. هذه المعاهدة هي معاهدة الحصار والمقاطعة للإسلام وللمسلمين ولبني هاشم وبني عبد المطلب، يتعاهدوا على أن يصبحوا غدا ويقطعوها. فبينما وبدأ بذلك زهير بن أبي أمية قال له أنا أبدأ بها، فذهب صباحا فطاف بالبيت 7 ثم أقبل على الناس في أنديتهم صناديد قريش وكان فيها أبو جهل عليه لعنه الله، فقال لهم لن نرضى بهذه الوثيقة الظالمة ولن نرضى بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، والله لا أقطعنها ولا أشقنها، سأشق هذه الوثيقة. فقام إليه أبو جهل وقال له لا كذبت والله لا تشق هذه الوثيقة، ستبقى هذه الوثيقة. فقام كذلك هشام بن عمرو وقال له بل أنت الذي كذبت، ستشق هذه الوثيقة ولن نرضى من بادئ الأمر من أول الأمر، لن نرضى بأن نقاطع بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يموتون جوعا ويموتون عطشا ويموتون مرضا. وقام بعده كذلك زمع وقام ابن البختري كذلك، فقام خمستهم وقالوا لن نصمت ولن نجلس حتى تقطع هذه الوثيقة. فقام زهير بن أبي أمية وكانت هذه الوثيقة قد علقت في جوف الكعبة حتى تكون لها قدسية، حتى تكون كأنها وثيقة مقدسة لا أحد يخالفها، لكنها كانت وثيقة ظالمة ووثيقة جابرة. فقام زهير بن أبي أمية وقال والله لأقطعن ولا أشقن ولا أشقن هذه الوثيقة، وثيقة المحاصرة والمقاطعة الظالمة. فقام إليها فدخل إليها وإذا بها عندما أتى بها وإذا بها قد أكلتها الأرض، أي أكلتها حشرة، وأكلت تلك الكلمات التي تدعو إلى الحصار
والتي تدعو إلى المقاطعة، والتي قالوا فيها لا نجالسهم ولا نكلمهم ولا نشتري منهم ولا نبيع لهم، ولم يبقى فيها إلا كتابتهم باسمك اللهم. كانوا يبدأون رسائلهم ووثائقهم باسمك اللهم، فلم يبقى فيها. فكانت هذه آية كذلك من آيات الله التي أيد الله بها كذلك نبيه وأيد بها دينه والإسلام والمسلمين. فقطعوا تلك الوثيقة وقالوا من اليوم، وأمروا بني هاشم وبني عبد المطلب بأن يأخذوا متاعهم، وبأن يعطوهم الطعام، وبأن يعطوهم الشراب، وبأن يتزوجوا منهم، وبأن يزوجوهم، وبأن يجالسوا معهم. فكان هذا الأمر وكان هذا الحدث حادثة شق الوثيقة الظالمة القاطعة من طرف هؤلاء الخمسة الأخيار. وكانوا كما قلنا كانوا كفارا، إلا أنه كانت له نخوة، وكانت له شهامة، وكانت لهم شجاعة. فمعاشر المسلمين، ما نراه ما تحدثنا عنه وما حدث قبل 14 قرنا من الزمان من الحصار الظالم، ها هو يعاد ويتكرر في القرن 21. في القرن 21 أمام مرأى ومسمع من العالم نرى هذا الحصار الظالم، نرى هذه المقاطعة الظالمة. لمن؟ للمسلمين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وما نقموا منهم إلا أنهم قالوا لا للظلم وقالوا لا للطغيان. هذا الحصار الذي حصره صلى الله عليه وسلم نراه بأم أعيننا ونشاهده أمام مرأى ومسمع من شاشات العالم كله. نرى إخواننا كذلك يموتون جوعا، ويموتون مرضا، ويموتون عطشا، كذلك يموتون بالأوبئة ويموتون بالأمراض. لكن للأسف في ذلك الوقت كانت هناك نخوة، وكانت هناك شهامة، وكانت هناك شجاعة. قام أولئك الرجال وقالوا لا للمقاطعة ولا لهذا الظلم. لكن في يومنا هذا ما نراه لا يمتون إلى الشهامة ولا إلى النخوة بصلة. ما نراه من هذه الأنظمة العميلة، ما نراه من قادة العرب والمسلمين، لا نرى منهم إلا أنعاما، ما نرى منهم إلا ذلا، ما نرى منهم إلا جبنا وخوفا وخبرا. ليس منهم رجل شجاع، وليس منهم رجل شهم أو له نخوة يقول لا لهذا الحصار، ويدخل الغذاء ويدخل الطعام ويدخل الدواء والماء لإخواننا في غزة الذين أصبحوا يتساقطون جوعا ويتساقطون مرضا، يحاصرون من طرف من طرف أذل الناس، من طرف أبناء القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يحاصرون إخواننا أمام أعيننا، لكن لا أحد تكلم ولا أحد تحرك. الكلام سمعنا كلاما، تكلموا وسمعنا كلاما، لكن بدون فائدة وبدون أفعال. لا أحد لم يتحرك أحد. والعار كل العار والأسف كل الأسف أن بعضا من هؤلاء المتخاذلين الذين خذلوا إخوانهم، وأقصد بهذا ما وقع من مملكة الأردن الذين حاولوا أن يقدموا إعانات وأطعمة لإخوانهم أو لإخواننا في غزة، لكن العار كل العار والأسف كل الأسف أن ذلك الأمر أو تلك المشاهد كانت مشاهد مخزية، وكانت مشاهد مذلة، وكانت مشاهد وضيعة. والله لا يفعلها الرجال، ولا يقوم بها الشرفاء، وإنما تلك الأفعال وتلك المشاهد يقوم بها السفهاء المتخاذلين الأذلاء عندما يرمون بالطعام من السماء فتسقط في البحر بعيدة كل البعد عن أعين أولئك الجوعى، وبعيدة كل البعد عن أولئك العطشى، وبعيدة كل البعد عن الذين يطلبون الموت فيرمون لهم الطعام، بعيدا كل البعد في البحر. هذه هي النخوة، هذه هي الشهامة، هذه هي العروبة، هذه هي أخوة الدين، هذه هي الرابطة التي قال فيها الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه هي الولاية
الإسلام؟ هذه هي أخوة الإسلام، في حين أننا نرى أن المساعدات تدخل إلى الكيان الصهيوني عبر دول عربية. للأسف نحن في زمن ذلة، والله ذلة ما بعدها ذلة رأيناها من هذه الأنظمة العاملة والخائنة. نرى بأن المساعدات تدخل إلى أبناء القردة والخنازير عبر ماذا؟ عبر الدول العربية التي تدعي العروبة وتدعي الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام. تدخل شاحنات المساعدات إلى الكيان الصهيوني عبر دولة المؤامرات، دولة الإمارات، وما هي إلا دولة للمؤامرات والكذب والنفاق والزور. مرورا بماذا؟ مرورا ببلد التوحيد التي يسمونها بلد التوحيد، التي يتأمر عليها ويملكها خادم الحرمين الشريفين، خادم أمريكا وخادم الصهاينة، بدعم من العلماء، من السفهاء، من العلماء الذين أفتوا بحرمة الجهاد، أفتوا بحرمة الجهاد في غزة، وأفتوا بحرمة الجهاد في فلسطين، بل منعوا نصرة إخواننا في غزة حتى في الحرمين الشريفين، حتى في مكة منعوا نصرتهم، إما منعوا رفع أعلامهم ومنعوا الحديث عنهم ومنعوا الكلام عنهم بحجة الحفاظ على الأمن في الحرمين الشريفين، وما هو إلا كذب وزور وبهتان والله. مرورا ببلد التوحيد التي يسمونها بلد التوحيد، وما أصبحت إلا قبلة وإلا بلدا للمغنين والمغنيات والمطربين والمطربات والعاهرين والعاهرات والساقطين والساقطات. أينما كانت الحثالة إلا جاءوا بها إلى بلد الحرمين الشريفين. ثم تجد بعد ذلك من يدافع عنهم، ومن يدافع عن أولئك السفهاء أو من يسمون أنفسهم العملاء، من يدافع عنهم ويقول لك لا، أولئك يدافعون عن التوحيد ويدافعون عن السنة، وما أراهم إلا يدافعون عن الصهاينة، وما أراهم إلا دمى بأيدي أمريكا. والله هي آلام في أيدي أمريكا، تأتيهم الفتاوى ويأتيهم الكلام من البيت الأبيض، تأتيهم الفتاوى من الصهاينة، أولئك الذين تأتيهم الفتاوى من الصهاينة. أما كلامنا نحن هنا في الجزائر الحمد لله فكلامنا يأتي من صلب عقيدتنا، كلامنا خطبنا في الجمعة ولله الحمد والمنة على هذه النعمة، على نعمة الحرية في بلدنا، لسنا عبيدا لأحد. فكلامنا الذي نتكلم به في جمعاتنا وفي خطبنا وفي منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا به أحد، ولا ينهانا أحد عن أن نتكلم به. ومن قال غير ذلك بأن الخطب تأتينا أو الأوامر تأتينا بالكلام فهو كاذب وكلامه مردود عليه. الذين تأتيهم الخطب مكتوبة من البيت الأبيض هم أولئك العملاء في بلد الحرمين الشريفين طهرها الله عز وجل من رزقهم. أما العلماء الربانيين الذين يقولون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، أولئك في السجون، أولئك سجنوا، وأولئك تحت في غاياتهم السجون، تسلط عليهم كل أنواع العذاب وكل صنوف العذاب، اتهموا بكل أنواع التهم بأنهم خوارج وبأنهم يكفرون المسلمين وبأنهم كذا. والله أولئك هم العلماء الربانيون. أما ما نراه اليوم من السفهاء فأولئك عملاء لأمريكا، فأولئك عملاء للصهاينة، يفتون على حسب هوى الصهاينة. وكم فرح الصهاينة بهذه بفتاوى أولئك العلماء عندما قالوا بأن الجهاد في غزة حرام والجهاد في فلسطين حرام ولا يجوز الجهاد وهذا خروج عن الحاكم وغير ذلك. فإعلام الصهاينة قبلوا وفرحوا بهذه الفتاوى ونشروها وأصبحوا ينشروها. هؤلاء العملاء، هذا هو العلم الذي يدعون عنه ويقولون بأنه دعوة للتوحيد وبأنه دعوة للسنة، وما هو إلا دعوة لتوحيد أمريكا وتوحيد الصهاينة عليهم لعائن الله متتابعة. فنرجو من الله عز وجل أنه كما فرج الله عز وجل عن نبيه وكما فرج الله عز وجل عن الصحابة حصارهم ومقاطعتهم، نرجو من الله عز وجل كذلك أن يفرج عن إخواننا في غزة.
فنحن لدينا نعلم علم اليقين، بأن الله عز وجل ناصر دينه وناصر العبادة وناصر الرجالة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والواقع شاهد. المقاومة والمجاهدون الأبطال، المجاهدون الأحرار هم بخير وعلى خير، لا زالوا يقاومون، لا زالوا يقاتلون، لا زالوا يقفون في وجه العالم، في وجه أسلحة العالم كلها بدباباتها وصواريخها، لا زالوا يقتلون ويدخلون في العدو. لكن المتضرر هم المستضعفون، المتضررون هم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان. أما المقاومة والجهاد فلا زال الجهاد قائما في ذلك في تلك الأرض، أرض العزة وأرض الرباط وأرض الجهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فاللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، نصرك لإخواننا نصرا عزيزا مؤزرا تقر به أعيننا وترفع به كلمة الحق وتذل به كلمة الباطل والشرك والمشركين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك ومن هذا المقام الشريف المبارك أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، فرج همهم وارفع غمهم واشف جرحاهم وداو مرضاهم، وانصرهم على من عاداهم وظلمهم. اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء، فأنزل عليهم من رحماتك وأنزل عليهم من خيراتك وبركاتك، فقد تخلى عنهم العالم أجمع، فكن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، عليك بالصهاينة الظالمين، ومن عاونهم ومن وقف معهم ومن ناصرهم ومن ساعدهم. اللهم فرج جمعهم، اللهم شتت شملهم وأذل دولتهم ولبس أعلامهم ويتم أطفالهم ورب نساءهم. اللهم لا تكن لهم، اللهم لا تكن معهم، اللهم لا تكن معهم. الله نسألك يا ربنا أن تحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، وأن تخرجهم منه أذلة صابرين وترده إلى رحاب المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تكون لإخواننا في غزة عونا ونصيرا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى فأسقهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. كن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين. احفظ وطننا الجزائر، اللهم احفظ وطننا الجزائر من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن ظلم الظالمين. من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها نعم المولى ونعم النصير. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن جميع أمهات المؤمنين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.